أحييكم أخوان بمهمة جديدة من مهمات حيدر الحمداني. تردون تعرفون ليش رواتب الموظفين لغاية الآن لم تصرف؟ الجواب سيكشفه لكم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الذي تحدث بكل صراحة قبل 3 أيام بلقاء تلفزيوني. خلينا نسمع فؤاد حسين شنو يجاوب الموظفين اللي رواتبهم لغاية الآن لم تطلق. عندنا عجز حقيقي كل شهر في مسألة الرواتب، يعني عندنا عجز حقيقي في مسألة الرواتب. أنا ما أتحدث عن قضايا أخرى. فإذا نحتاج إلى معالجة، نحتاج إلى اتخاذ القرار وتنفيذ القرار. تنفيذ القرار يحتاج إلى دعم مجتمعي ودعم كل الأحزاب. شفت اخوان، بكل بساطة ترى اكو عجز. الحكومة جاي تشتغل 24 ساعة حتى تأمن رواتب فقط، ماكو مشاريع وغير تفاصيل، رواتب. ولغاية الآن عاجزة عن تأمين رواتب بشكل كامل، لهذا تأخرت وما نعرف تتأخر بالأيام الجاية أم ستصرف. لكن نحتاج إلى حلول اخوان. شنو الحلول؟ احنا بلد نفطي والنفط جاي تنزل أسعاره، فنحتاج إلى عقل اقتصادي يشوف لنا حل لهذه الأزمة اللي جاي نمر بيها. فاخوان جبت لكم تصريح بتقنية الفار لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني عندما كان نائبا. هذا الزلمة لو مطبق وعوده وإصلاحاته الاقتصادية التي كان يتحدث بها. خلي نسمع محمد شياع السوداني عندما كان نائبا شنو حلول المالية للأزمة الاقتصادية. أبو مصطفى سمع المواطنين شنو حلولك. كان يفترض تخفيض رواتب كبار المسؤولين من مدير عام فما فوق، توفر لنا بحدود 500 مليار دينار شهريا. كبار المسؤول من مدير عام، الوكلاء، المستشارين، النواب، الوزراء، الرئاسات، الكذا، المحافظين. هذا القرار شو راده؟ يراد قانون؟ لا، قرار مجلس وزراء. أخي والله العظيم لو رئيس الوزراء يطبق إصلاحات محمد شياع السوداني عندما كان نائبا كان البلد بخير. تصوروا يقول لكم بس نخفض من رواتب الوزراء والمدراء والوكلاء وهذه التفاصيل 500 مليار شهريا نقدر نرجع لخزينة الدولة، وما يحتاج لها شيء بس قرار من رئيس الوزراء. ومن صار رئيس الوزراء شوفت عينكم، لا خفض ولا وسلم رواتب، بل اكتفى بتوزيع 600 متر لكل وزير و300 متر قطعة أرض لكل مدير عام ومستشار. ايش قد صيحت؟ ايش قد حكيت؟ ايش قد نبحت؟ لكن لا حياة لمن تنادي. رواتب لغاية الآن لم تصرف، وإذا صرفوها فيعتبروها إنجاز، أسوة بإنجاز المجسرات والجسور في بغداد. صارت إنجاز. الأسواق راكدة، العالم متخوفة، ما يعرفون المستقبل وين متجه. إحنا كعراقيين نريد نتيجة. الموظفين يردون رواتبهم، الرواتب راح تنصرف، لو راح تصير كل 40 يوم لو كل 45 يوم. اكو مشكلة عندنا. اي اوكي، شنو الحلول؟ زين، الحلول هذه يحلها المالكي، لو نرجع السوداني، لو مرشح تسوية، لو منو، فهمونا. العالم تريد واحد يخلي حلول للكارثة اللي جاي نمر بيها. ترجعون السوداني حتى يطبق حلول السوداني من كان نائبا، لو يرجع المالكي الذي رفض دوليا حاليا ويقول لك اذا يرجع راح يصير نسوي بكم بلاوي اقتصاديه. فاطلعوا ووضحوا للناس واشعروا بالمسؤوليه. ارجوكم اشعروا بالمسؤوليه.
لا تذبون البلد بالتهلكة أكثر من التهلكة اللي جاي يعيشها المواطن حاليا. دولة من الصبح لليل تكد وتشتغل وضرائب ورسوم وتفاصيل كثيرة حتى يأمنون الرواتب اللي ما مؤمنة لغاية الآن، واللي بدأت تتأخر عن صرفها المعتاد بسبب عدم وجود سيولة مالية. أنا ما أقول اللهم إني شامت، لا عالم حقيقة ما تستحق، بس أنا أقول للبعض تستحقون، لأنني حذرتكم ودفعت ثمن لهذا التحذير، لكن جيب اللي سمعك. اللهم أني بلغت، اللهم فاشهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.